في شاب عنده 30 سنة اسمه كريم، من أسبوعين جاله إسهال جامد بعد ما أكل من بره. خف الإسهال وعدى الموضوع تماما، بس بعدها بأسبوع بدأ يحس إن ركبته بتوجعه، وقال يمكن البرد هو السبب. تاني يوم ركبته ورمت، وبعدها بكام يوم صابع إيده بقت منتفخة، وراح للدكتور فطلب منه تحاليل وقال له جملة غريبة: العدوى خلصت بس جسمك لسه بيحارب. ومن هنا تبدأ القصة الغريبة اللي بنسميها التهاب المفاصل التفاعلي. يعني إيه أصلا التهاب المفاصل التفاعلي؟ ده اسمه رياكتيف ارثرايتس، وده نوع من التهابات المفاصل بيحصل بعد عدوى في مكان تاني في الجسم مش في المفصل نفسه، زي عدوى في الجهاز الهضمي او البولي او التناسلي. العدوى بتروح لكن الجهاز المناعي بيكمل في حاله الاستنفار اللي هو شغال فيها، كأن البكتيريا او العدوى لسه موجوده. ببساطه كده الجسم بيغلط في الهويه، بدل ما يهاجم البكتيريا اللي كانت السبب بيهاجم انسجه المفصل الغلبان اللي ملوش ذنب. طب ايه الاسباب ورا الحكايه دي؟ الموضوع بيبدأ غالبا بعد عدوى معينة، أشهرها بكتيريا زي الكلاميديا اللي بتكون عدوى جنسية، أو السالمونيلا والشيجيلا والكامبيلوباكتر، ودي كلها بكتيريا بتسبب التهابات في الجهاز الهضمي بعد أكل ملوث أو فاسد. العدوى دي بتنشط الجهاز المناعي، والجسم بعدها بيبدأ يكون أجسام مضادة، وبعد ما العدوى تنتهي المناعة دي تفضل تايهة فتهاجم المفاصل بدل البكتيريا الأصلية. يعني العدوى بتكون الشرارة أو المحفز، إنما اللي بيكمل الحريق هو الجهاز المناعي. مش كل اللي يجيله اسهال او التهاب في مجرى البول هيجيله التهاب مفاصل تفاعلي. هنا بيدخل الجين المشهور HLA-B27. الجين ده موجود في نسبه صغيره من الناس، لكن وجوده بيزود فرصه الاصابه جدا، وكانه بيخلي جهاز المناعه بتاعنا بيغلط بسرعه، يشوف بروتينات المفصل ويفتكرها العدو اللي كان بيهاجمه في الاول. الناس اللي عندها الجين ده بيكون المرض عندهم اشد واطول، وممكن كمان يتحول لمزمن. زمان كانوا بيسموه متلازمه رايتر، وبيتوصف بالثلاثيه المشهوره: ما تقدرش تمشي، ما تقدرش تبص، وما تقدرش تتبول بشكل طبيعي. يعني التهاب في المفاصل، التهاب في العين، والتهاب في مجرى البول، لكن مش شرط الثلاثه يظهروا مع بعض. يعني ممكن واحد او اتنين بس منهم يظهروا، وده يوضح الاختلاف بين كل شخص والتاني. الاعراض بتبدا غالبا بعد عدوى باسبوعين او 3. اول حاجه بتظهر هي الم وتورم في مفصل او اكتر، وغالبا المفاصل الكبيره زي الركبه او الكاحل. وممكن كمان الالم يتنقل من مفصل للتاني. وبتظهر حاجه مميزه اللي هي اصبع السجق اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، يعني الصباع كله بيكون منتفخ ويبقى شبه السجق فعلا بسبب التهاب المفصل والانسجه اللي حواليه. كمان ممكن يحصل التهاب في الكعب او مكان دخول وتر اخل في العظم. وممكن كمان تظهر التهابات في العين زي الالتهابات الملتحمه، او حتى التهابات في مجرى البول. وبعض المرضى ممكن يلاحظوا طفح بسيط على جلدهم، او تقشير في الجلد حوالين رجليهم او كف ايديهم. وفي الحالات العنيفه جدا ممكن التعب يوصل للظهر، خصوصا لو المريض عنده جين HLA-B27. تشخيص المرض ده بيحتاج عين مفتحه شويه، لانه ممكن يشبه امراض تانية كتير زي الروماتويد او النقرس. الدكتور بيسأل المريض: هل كان في عدوى قبل أسبوعين أو 3؟ هل حصل إسهال أو حرقان في البول؟ التحاليل هنا بتساعدنا، زي تحليل الالتهاب ESR وسيلاكتيف بروتين، وتحليل البول لو في شك في عدوى، ونادرا ما بنعمل تحليل دم للجين HLA-B27. الأشعة كمان بتوضح لو في التهاب في المفاصل أو الكعب، لكن القصة الكاملة هي المهمة بين ترتيب الأحداث بين العدوى والتهاب المفاصل. العلاج هنا مش عشان نحارب العدوى القديمة، لأن في الغالب العدوى القديمة هتكون خلصت بالفعل، لكن علشان نعالج التهاب المناعة اللي اشتغل بعد كده. أول خطوة في العلاج إننا ناخد راحة ونخفف الحمل على المفاصل، وبعدها نستعمل مضادات الالتهاب زي NSAIDs علشان نقلل الألم والتورم، ولو الحالة عنيفة شوية ممكن نستعمل كورتيزون موضعي في المفصل. في بعض الحالات اللي العدوى فيها بتستمر أكتر من 3 شهور بنستعمل أدوية معدلة للمناعة زي الميثوتريكسيت والسلفاسلازين. ولو العدوى الأصلية لسه موجودة زي الكلاميديا بنستعمل مضاد حيوي مناسب ليها. وفي كل الأحوال العلاج الطبيعي مهم جدا علشان نحافظ على حركة المفصل ونمنع التيبس. المناعة ممكن تتوه في زحمة الأوامر وتضرب في الاتجاه الغلط، وده يورينا إن كل مرض له قصته. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنشوف إزاي الحرب بتبدأ من جوه الأمعاء وبعدها بتروح المفاصل. هنشوف الانتيروباسيك أرثرايتس. سلام.